تخيلوا معايا ملك جبار فاكر نفسه إله، جيوش تحت أمره، صحراء بتخدم عليه عشان تأكد قوته. لكن حد يصدق إن فتى صغير مجرد غلام ممكن يهز عرش الطاغية ده بكلمة واحدة؟ النهاردة هحكي لكم قصة أصحاب الأخدود والغلام اللي علم العالم كله معنى الإيمان. نبدأ مع بعض الحكاية. القرآن الكريم بيحكي لنا إن في قديم الزمان كان فيه ملك قوي متكبر بيدعي الألوهية. كان عنده ساحر عجوز بيعتمد عليه في كل حاجة، هو اللي ممشيله أموره يعني، بس بالسحر والدجل. لما كبر الساحر خاف لما يموت سره يروح معاه، طلب من الملك يجيب له غلام ذكي جدا ونبيه عشان يعلمه السحر من بعده. وقع الاختيار على غلام كان نبيه بالفعل وذكي جدا. الغلام ده وهو في طريقه عشان يتعلم السحر كان بيمر على راهب مؤمن وموحد بالله. في مرة جلس الغلام مع الراهب وسمع منه كلام جميل جدا عن الله الواحد الأحد اللي خلق كل شيء. الغلام عجبه قوي كلام الراهب وفضل يتردد عليه في السر كل يوم قبل ما يروح للساحر. في يوم من الأيام حصل شيء غريب. دابة عملاقة، وحش ضخم، سادت طريق الناس ومخوفهم. في اللحظة دي الغلام وقف مع نفسه وقفة وقال في نفسه: النهاردة أنا هعرف مين اللي على حق، الساحر ولا الراهب، ومين فيهم الأحب إلى الله. الغلام مسك حجر صغير، تخيلوا الدابة ضخمة جدا وهو ماسك حجر صغير، يعني بالبلد كده طوبة. الغلام رفع ايديه للسماء وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ورمى الحجر. في أقل من لحظة وقعت الدابة ميتة. الناس كلها في ذهول تام، هو إيه اللي بيحصل؟ من هنا بدأت معجزات الغلام تظهر. الغلام بقى يبرئ الأكمة، يعني يخلي الأعمى يفتح، ويشفي الأبرص، ويداوي كل المرضى بإذن الله الواحد الأحد. وفي يوم أحد جلساء الملك والمقربين منه وكان أعمى سمع بحكاية الغلام ومعجزاته. جليس الملك جاب هدايا كتيرة وراح للغلام وطلب منه يشفيه. الغلام: يا عمي أنا ما بشفيش حد، اللي بيشفي ربنا، الله الواحد الأحد، فلو أنت أمنت بالله هدعي لك ربنا يشفيك. آمن الراجل بالله ودعا له الغلام فربنا شفاه وأصبح بصير. الملك لما شاف جليسه فتح وبقى يشوف اتجنن من الغضب. الملك فضل يقرر في جليسه ويعذبه لحد ما دله على الغلام، وجاب الغلام وفضل يعذبه لحد ما دله على الراهب. الملك قرر يتخلص من الغلام، لكنه حب يقتله بطريقة ما تخليهوش بطل في عيون الناس. أمر جنوده ياخدوه على قمة جبل كبير ومرتفع ويرموه من هناك. الغلام طلع معاهم، لكن قبل ما يرموه رفع ايديه ودعا: اللهم اكفنيهم بما شئت. وفي لحظة اهتز الجبل ووقعوا الجنود كلهم من عليه، ورجع الغلام ماشي للملك. الملك هيتجنن، مش مصدق اللي بيحصل. الملك أمر جنود تانيين ياخدوه في قارب في وسط البحر، والأمواج الشديدة اللي في عرض البحر تغرقه. الغلام دعا بنفس الدعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت. اتقلب القارب وغرق الجنود، ورجع الغلام ماشي للملك بكل هدوء وثبات. الغلام وقف قدام الملك الجبار بكل ثقة وشجاعة وقال له: انت مش هتقدر تقتلني إلا إذا عملت اللي هأمرك بيه. الملك بفضول شديد وقلق بيحاول يداريه: هتأمرني بإيه؟ الغلام بصوت جهوري ومؤثر: تجمع الناس كلهم
وتربطني في جذع شجرة وتاخد سهم من الجراب بتاعي وتقول بصوت عالي باسم رب الغلام وترميني بالسهم. الملك عمل كل اللي طلبه الغلام. جمع آلاف الناس، ربط الغلام وخد السهم من جراب الغلام وصرخ بصوت عالي قدام الكل وقال باسم رب الغلام، ورمى السهم على الغلام. السهم جه في وش الغلام. الغلام مات. الغلام مات، بس حصل اللي ما كانش الملك يتوقعه. وفي نفس الوقت كان الغلام بذكائه وتضحيته بيخطط ليه. الغلام مات، بس أحيا أمة كاملة بدمه الطاهر. الحشود كلها في لحظة واحدة وصوت واحد صرخوا صرخة تهز القلوب: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. الملك فقد عقله. الملك أمر جنوده بحفر أخاديد عظيمة، حفر كبيرة في الأرض أشعل فيها النيران، وأمر بإلقاء كل اللي فضل ثابت على إيمانه برب الغلام. عشان كده سموهم أصحاب الأخدود. ومن أعظم المشاهد اللي بيرويها لنا التاريخ امرأة جت ومعاها طفلها الرضيع. في لحظة ضعف وخوف على الرضيع بتاعها من نار ترددت. ربنا سبحانه وتعالى ورانا معجزة تانية، خلى الطفل الرضيع ينطق وقال لأمه: يا أماه اصبري فإنك على الحق. فثبتت المرأة ووقعت هي ورضيعها في النار صابرين محتسبين. حكايتنا انتهت، لكنها بتعلمنا إن النصر مش معناه إننا نفضل عايشين، بل أحيانا يكون الموت في سبيل الحق هو أعظم انتصار. وبتعلمنا إن كلمة الحق ولو كانت من طفل صغير ممكن تهز عروش الظالمين. لو القصة عجبتك شير ولايك واشتراك في القناة. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.